صباح الفل، صباح الجمال، صباح القشطة عليكم. النهاردة نزلت السوق بعد العيد. الأسعار كانت يعني الحمد لله أحسن من قبل العيد بكتير. قبل العيد كانت الأسعار غالية أوي. النهاردة الأسعار مهودة وبدأت تنزل، رغم إن مش الكل اللي فارش، في ناس فرشة وفي ناس مش فرشة، بس اهو الأسعار حلوة. يعني أنا جايبة، أنا كنت نازلة جايبة حاجات، يا دوبك جبت حاجات 150، يعني حاجات كويسة. يعني جايبة البطاطس ب10، جبت 2 كيلو ب20. هي بطاطس حلوة صراحة، بطاطس جبتها كده 10. والفلفل الرومي، فلفل الشطة والرومي الاتنين عاملين 15. الخيار كان قبل العيد كان ب15. أنا جايباه كيلو ونص ب10. حلو، مش كبير يعني، حلو، حجمه حلو. جايباه كيلو ونص ب10. الملوخية برضو جايباها ب8 جنيه، جايبة نص كيلو ب4. يعني الأسعار أهون بكتير، رغم إن مش كله فارش، بس هي الأسعار كويسة. الفلفل كان عامل 15. يعني الرومي والشطة الاتنين سعر واحد، الاتنين على بعضهم كده سعر واحد. كانوا عاملين 15. الأسعار الحمد لله. البتنجان بقى الحشو ده أو التخليل، الحشو أو التخليل، ممكن في يوم هعمل محشي أو أوريكم. ده كان عامل كيلو ونص ب10. كان الكيلو قبل العيد كان ب10 وكان ب15. يعني يعتبر كده الأسعار الحمد لله. ده جايباه كيلو ونص ب10. والكوسة جايباها برضو كيلو ونص ب10. كانت قبل العيد كانت ب10. يعني جايباها كيلو ونص ب10، هتنفع محشي، عشان يوم اعمل لكم كده محشي مشكل ان شاء الله. الكوسة سعرها هادي شوية، كانت 10، يعني كده يعتبر الحمد لله الأسعار بدأت تبقى كويسة. القوطة كنت جايباها ب5، جبت 4 ب20. يعني احنا هنحسبها الحسبة كلها، مش مكملين 150 جنيه. بس هي اللي عمل فرق معايا البيض صراحة اللي مش عايز ينزل، ولا هو ولا الفراخ. البيض انا جايبة البيض على 5، على 4.5، يعني ال10 عاملين 45 جنيه. يعني هي اكتر حاجة جبتها كانت البيض. احنا كده لو جينا حسبنا الحاجات كلها، هنلاقي ان البطاطس ب20، والخيار ب10، والبيض ب45، والبتنجان ب10، والفلفل ب10، والكوسة ب10، والطماطم ب20، والخيار ب4. يعني الحسبة كلها هنقول 130 جنيه.